في فكرة الصراحة عمال بافكّر فيها بقى لي كام يوم، وهي إنه زي النهارده السنة اللي فاتت بالضبط أنا كنت فين؟ ما أقصدش أنا كنت فين حرفيًا، أنا ممكن أكون كنت قاعد شغّال في أي حتّة أكيد، بس أقصد أنت كنت فين من جميع جوانب حياتك. كل واحد مننا عنده 3 جوانب في حياته، ما فيش أي حاجة بنعملها في حياتنا هتخرج عن ال3 جوانب دول. الجانب الأول هو أنت، نَفْسك، والجانب التاني هو علاقاتك، والجانب التالت هو شغلك. عشان كده باقول ما فيش حاجة من اللي بنعملها في يومنا هتخرج عن ال3 دول. أنت يا إمّا بتعمل حاجة لنَفْسك، يا إمّا بتخلّص حاجة في الشغل، يا إمّا قاعد مع أهلك أو صحابك أو أهل بيتك، أيًا كان اللي بتعمله هو بيندرج تحت حاجة من ال3 دول. حتى لو بتصلّي أو بتقرأ الوِرد بتاعك، كل ده بيندرج تحت علاقتك بدينك أو علاقتك بربنا، وده جزء من العلاقات. وبالمناسبة الفكرة دي جات لي وأنا بامنتج كتاب هينزل على جيل يقرأ، اسمه Indestructible أو غير قابل للتشتت. كان بيتكلم في جزء من الأجزاء عن بناء جدول لحياتك، وبيتكلم عن إن كل إنسان ليه 3 جوانب دول فقط، وأي حاجة بتعملها بتندرج تحت دول. بس أنا جه في بالي إن كل واحد فينا لازم يسأل نفسه شوية أسئلة تتعلق بالجوانب دي كل سنة. أنا كنت فين السنة اللي فاتت في الجانب ده، وفي الجانب التاني، وفي الجانب التالت؟ أنا مش باتكلم عن خطة سنوية دلوقتي، لا، 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 لا. الموضوع ده حلو طبعًا وليه وقته، بس مش ده اللي أنا أقصده. أنا باتكلم عن قعدة صراحة مع نفسك وتسأل نفسك فيها شوية أسئلة حلوين كده. على سبيل المثال أول جانب من جوانب حياتك هو ذاتك، هو نفسك. أنت علاقتك بنفسك السنة اللي فاتت كانت زي دلوقتي؟ ما اتطورتش شوية؟ ما بقتش أسوأ؟ طب لو بقت أسوأ، بقت أسوأ ليه؟ أنت بتعرف تتكلم مع نفسك؟ بتعرف تقعد مع نفسك كده وتدردش وتشوف إيه اللي غلطت فيه وإيه اللي كنت عملته صح؟ أنت بتلعب رياضة؟ كنت بتلعب رياضة السنة اللي فاتت؟ طب ناوي تلعب رياضة؟ ما دي حاجة لنفسك. طب بالنسبة للمهارات الشخصية أخبارها إيه؟ أنت بتشتغل على المهارات بتاعتك؟ عمومًا المهارات ما لهاش دعوة بأنت شغال إيه. كل إنسان فيه مهارات شخصية كده لازم تبقى عنده، بيحاول يطوّر فيها من وقت للتاني. المهارات دي ممكن تكون مهارات تواصل، مهارات تفاوض، نعرف نتناقش، تعرف تتكلم مع حد، مهارات للقيادة لناس معينة برضه، وغيره بقى من أي حاجة ما جاتش على بالي بس ممكن تيجي على بالك ليها علاقة بنفسك. اسأل نفسك شوية الأسئلة دي، رصّها كده حوالين بعض واقعد ارمي إجابات بقى. تاني جانب من الجوانب دي هو علاقاتك، والعلاقات هنا متوسعة شوية، ممكن نحاول نقسمهم 3 برضه. علاقتك بأهلك وأهل بيتك، وعلاقتك بأصحابك، وعلاقتك بربنا. طبعًا خلال السنة ممكن نروح لربنا سبحانه وتعالى في أي وقت، وده يقين طبعًا. فأول وأهم حاجة هي علاقتك بربنا. أنت السنة اللي فاتت كنت زي السنة دي والّا أحسن شوية؟ يعني لو ما كنتش بتصلي، أنت بتصلي السنة دي؟ طب أخبار الفجر إيه؟ أخبار ال5 صلوات في المسجد إيه؟ طبعًا أنا مش شخص بيعمل كل الحاجات اللي بيسأل نفسه فيها دي، بس أنا باسأل معاك الأسئلة اللي ممكن نراجع بيها نفسنا. أخبار صلة الرحم إيه عندنا؟ طيب أهلك، بتقعد مع أهلك تديهم وقت؟ طب ناوي تديهم وقت؟ طب أنت أصلًا مقتنع إن أنت المفروض تديهم وقت؟ كل دي أسئلة لازم تحطها في الحسبان. وعلاقتك بأصحابك مهمة. هل أنت بتقابلهم كل فترة؟ بتكلمهم، تتواصل معاهم، بتقعد معاهم، حتى لو على فترات متباعدة ما فيش مشكلة، بس في تواصل. تاني، أنا مش شخص جامد، أنا بس باحاول أطرح معاك الأسئلة اللي أنا سألتها لنفسي، وباحاول إن أنا أطلّع إجابة ممكن تغيّر حاجة قدّام. وبالمناسبة علاقتك بربنا وبدينك هي ممكن تأثّر على كل اللي فات ده وكل اللي جاي، فنركّز معاها أوي. وأخيرًا تالت جانب وهو شغلك. طبعًا أنت بتشتغل وبتعمل اللي عليك، بس ده ما يمنعش إن أنت تسأل نفسك شوية أسئلة. أنت اتعلمت إيه جديد في شغلك عن السنة اللي فاتت؟ طب هل اللي أنت اتعلمته ده علمته لحد؟ هل أنت اتعلمت من حد؟ طب لو أنت بتستخدم معدات، هل أنت طوّرت في معداتك؟ طب حطيت خطة إن أنت تطوّر في معداتك؟ بلاش المعدات، هل اتعلمت مهارات تساعدك في شغلك غير المهارات الشخصية اللي في الأول، مهارات تانية تزود قيمتك في شغلك؟ لازم يكون في عادة صراحة تقعدها مع نفسك كده وتتكلم في كل الأسئلة دي وتجاوب، ويمكن الإجابة توصلك لحاجة ما كانتش على بالك خالص. يستحسن طبعًا لو في ورقة وقلم بقى وتكتب كل الأسئلة دي وتجاوب على نفسك فيها. وجايز السنة الجاية في نفس الوقت ده أبُص للفيديو ده وافتكر إحنا كنا فين وبقينا فين. وافتكر إن علاقتك بربنا دايمًا أهم حاجة من الحاجات دي كلها. فخلّي دايمًا علاقتك بربنا كل سنة أقرب إن شاء الله. شكرًا إن أنت شُفت الفيديو للآخر. ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو مع أصحابك وتعمل سبسكرايب لو أنت مش مشترك في القناة، وما تنساش تشترك معانا في التحدي بتاع القراءة. أشوفكم في فيديو جديد. شكرًا، سلام عليكم.